ألف ألف مبروك تأهل الأخضر السعودي لنهائيات كأس العالم في أمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم معاكم اليوم عن المباراة المنتظرة، مباراة الاتحاد أمام الفيحاء. فين المباراة؟ في ملعب نادي الفيحاء في المجمعة، يوم الجمعة غدا 17/10/2025 الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة. عشاق الاتحاد يعني مجانين الاتحاد يبغون يشوفون أول ظهور للاتحاد مع كونسيساو. هل سيكون هجوم كاسح؟ هل سيفوز بنتيجة؟ هل سيكون قوي دفاعيا؟ هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان الاتحادية، والمباراة ينتظرونها على حر من الجمر. أما بخصوص حارس الاتحاد رايكوفيتش، قد يشارك مباراة الفيحاء لأنه ظهر في تدريبات الاتحاد البارحة، وحتى نادي الاتحاد غرد تغريدة كذا شايفينها قلب أصفر كذا، ويعني جاهز الحارس. ولكن واحد من عشاق الاتحاد يقول لك اسمه بوخافي تقريبا، يقول لك حركات الدقيقة 22 يشوت الكورة ويتغير، ما نبيها. إذا مو جاهز يعني لا تلعبه. لعبوا حامد الشنقيطي، لعبوا أي حارس متواجد، ولا يلعب رايكوفيتش إذا كان مو جاهز عشان لا تتفاقم الإصابة عليه. رأيكم صراحة في هذه النقطة؟ طبعا الاتحاد يدخل هذه المباراة وفي رصيده 9 نقاط وفي المركز الثالث، بينما الفيحاء خصم عنيد أيضا ليس سهل على فكرة، ويدخل المباراة هذه ولديه 7 نقاط في المركز التاسع. طبعا المواجهات المباشرة بين الفريقين 14 مباراة، الاتحاد فاز في 8 وتعادل في 2، الفيحاء فاز في 4. تظهر أمامكم على الشاشة المواجهات الخمسة السابقة بين الاتحاد والفيحاء. طبعا للاتحاد نصيب الأسد فيها، فاز في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين، أكبر نتيجة كانت 3-0 للاتحاد. يعني يتضح أنه الاتحاد كعبه أعلى من الفيحاء. هنا إيمانويل بيدرو مدرب الفيحاء برتغالي أيضا، يعني ديربي برتغالي بين كونسيساو وبيدرو. يقول في تغريدة، يقول إنه الاتحاد فريق كبير وهو بطل الموسم الماضي ولازم نحترمه، وله هيبة الاتحاد وحنلعب برتم عالي. وكذلك الاتحاد يعني مهما كان مستواه سيء أو ضعيف دائما يطمح للفوز، والجماهير لا تقبل شيء سوى الفوز. وكذلك الاتحاد خسر مباراة وحيدة في أول 4 مباريات دورية. رأيكم في هذه المباراة وتوقعوا النتيجة لو سمحتوا في التعليقات. هنا تغريدة من نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي يؤكد مشاركة اللاعبين الدوليين في مباراة الاتحاد والفيحاء إن احتاج لهم المدرب سعد الموسى وصالح الشهري. كما تشاهدون في الصورة حضروا تدريبات الاتحاد يوم أمس، وكذلك لأول مرة الاتحاد يكون جاهز يعني بكامل العدد ولا إصابة إلا عبد الرحمن العبود شفاه الله. طبعا يعني عنده خيارات أكثر الآن كونسيساو، ونشوف إن شاء الله أثر ذلك في مباراة الجمعة يوم غد إن شاء الله أمام الفيحاء. توقعوا نتيجة هذه المباراة في التعليقات. أدي يصدر بيانا بزيارة مالك نادي الخلود السيد هاربورغ. طبعا زار نادي الاتحاد واخذ جولة فيه بصحبة رئيس نادي الاتحاد الأستاذ فهد سندي، وهذا يدل أنه في علاقات وطيدة بين الناديين. شاركوني في التعليقات أسفل هذا الفيديو إيش هي التشكيلة المتوقعة لكونسيساو خلال هذا الموسم، خصوصا أن العناصر تقريبا اكتملت. عندك الشنقيطي خلاص تقريبا، عندك كادش، عندك العبود الله يشفيه حيرجع قريب. بالنسبة لحراسة المرمى بين حامد ورايكوفيتش. أما الظهير اليمين فهو محصور بين الثلاثي الصقور أو الجليدان أو مهند شنقيطي. الأجهز اللي يشوفه كونسيساو أعتقد حيثبته، غالبا حيعتمد على مهند الشنقيطي. أما قلوب الدفاع ممكن يسوي ثنائية بين شراحيل إذا كان في مستوى مع بيريرا دانيلو، أتوقع حتكون أقوى ثنائية هذه. وممكن يستعين بكادش ويخلي ميتاي ظهير يسار مع معاذ فقيهي مثلا. نشوف في قادم الأيام. أما المنتصف عندك صراحة يعني عناصر كثيرة، صح إنها المستوى متوسط، ولكن أبرزهم وأقواهم كانتي وفابينو ودومبيا، يعني ممكن يشكلون ثلاثي.
أما عندك الأجنحة ديابي وفرنانديز في اليمين، وفي اليسار بيغوين وعوار احتمال، أو يخليه صانع لعب. بنزيما منفرد في الهجوم كالعادة. طبعا الطريقة حق الضغط العالي حيكون 4-3-2-1. توقعاتكم لهذه المباراة في التعليقات، ونقول لكم مع السلامة. مع السلامة.